هاي، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده انا جاي اتكلم عن منتج مصري، وكل المنتجات اللي انا بجيبها وكنت بجيبها حتى من قبل المقاطعة هي كانت مصرية 100%. دايما كان عندي احساس ان المنتج المصري محتاج فرصة، لانه بجد الكواليتي بتاعته حلوة وسعره كمان حلو. فليه نروح نشتري منتج براند وهو مش حلو معانا او ملهوش اي افكت، لمجرد انه بس براند وانه بس سعره اغلى من المنتج المصري، في حين ان احنا ممكن نشتري منتج مصري بسعر حلو قوي وكواليتي حلوة جدا. تعالوا نتكلم عن المنتج المصري، واهلا بيكم في سلسلة المصري الاصلي. هنتكلم النهاردة عن غسول هما مخصصين زي ما هو مكتوب قدامكم للبشرة الدهنية والمعرضة لحب الشباب. برضه هو ينفع البشرة الدهنية مختلطة أو دهنية مختلطة معرضة لحب الشباب. النهاردة هنتكلم عن ماليندا جل. الاوفر ده كان موجود لفترة على نون، انا مش عارفة هو حاليا متوفر ولا لأ، بس ده كان من احلى المرات اللي انا اجيب فيها غسول مختلف عن ستارفل وعجبني. هنتكلم النهاردة عن غسول ميليندا جل انا بستخدمه بقالي شهر او اكتر من شهر. نتكلم اول حاجة عن حجمه زي ما هو مكتوب 200 ملي. كمان في AHA و BHA، ودي احماض مقشرة حلوة جدا للبشرة. ميليندا جل زي ما هو مكتوب عليه ان هو بينظف البشرة بلطف من غير ما ينشفها خالص. كمان مكتوب عليه ان انتي تستخدميه مرة لمرتين يوميا، بعد كده تشطفيه بالمية الباردة. مش مكتوب عليه اي ingredients تانية، مع اني كنت افضل ان يبقى مكتوب عليه المكونات كلها بالتفصيل، علشان ده بيطمنا اكتر على الحاجات اللي موجودة واللي احنا هنستخدمها لبشرتنا. بس كاتبين في العلبة دي، كاتبين في العلبة بتاعت الاوفر اللي انا جايباها، كاتبين ان هو فيه الجلايكوليك اسيد والسلسليك اسيد والجليسرين والبانسينول وخلاصة الصبار. كل دي حاجات حلوة قوي، هتلطف وترطب البشرة حلو قوي. وخصوصا كمان السلسليك اسيد، انا اي غسول خصوصا ان انا بشرة معرضة للحبوب بحب اجيبه يبقى فيه سلسليك اسيد. ده بيخلي الحبوب اللي تطلع الغسول على طول ينشفها ويخليها تروح. فده من احلى الحاجات اللي انا بحبها تبقى موجوده. الجلايكوليك اسيد ده فايدته ان هو بيرطب البشره، فده حلو قوي. هو البانسينول والجليسرين والصبار كمان هو حلو. تجربتي معاه كان حلو جدا وكويس قوي. كمان بدات احس ان الرؤوس البيضاء بدات احس ان هي حجمها يصغر شويه. اي نعم لسه ما راحتش بنسبه 100% مع اني استخدمت كل دول، بس هي لسه ما راحتش. بس انا عندي امل ان انا بعد ما اخلصه كله يكون راح. القوام بتاعه جل خالص، فيه روايح خفيفة جدا جدا، فهي عمرها ما هتأذي البشرة خالص. فهو لطيف جدا والريحة مش ريحة نفاذة او ريحة تخنق خالص. اللي بتضايق من الروايح او لو حد بيتضايق من الروايح ده مش هيتضايق منه خالص.